السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم سعيد بإذن الله، ألقاكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو، وعيد مبارك سعيد إن شاء الله. غادي نصيب معكم لنا مشاوي بتتبيلة رائعة، وغادي نصيبو المخ ديال الغنم. هنا أنا عندي كيلو ديال اللحم ديال الغنم، قطعته هكا مكعبات. وهنايا عندي 3 فصوص كبار ديال الثومه مفرومين، وبصله وحده بيضه، وبصله وحده حمراء. هنا انا كنكثر البصله باش كتطلق لينا ديك البنه ديالها، وكيجيو المشاوي كيجيو لذاذ بزاف. وهنا غادي نضيف معلقه عامره ديال الفلفل الاحمر اللي حلو. وهنايا الخرقوم العرق البلدي. وهنا التتبيله رائعه رائعه بزاف، كنديرها في المشاوي وفي بزاف الوصفات. هنا عندي فيها القزبر، وعندي فيها اليزير او كليل الجبل، عندي فيها الزعتر، وعندي فيها الكمون، وعندي فيها الحيت الشيخ، وعندي فيها شويه سودانيه. المهم انا كلشي كنطحنو مع بعضو، وكنبقى ناخد كميه، وضروري تدخلوا فيها الكمون. انا دايره فيها الكمون، هنا درت معلقه كبيره. وهنا غادي ندير الفلفل الاسود. وهنا غادي ندير الخل البلدي. غندير تقريبا 3 معالق كبار ديال الخل البلدي اللي كيتصايب على اليد، اللي كيتصايب بالاعشاب، يعني الخل الصحراوي. وهنايا عندي زيت الزيتون، ملحه، صافي. هنا غادي كتشوفوا كنعملو بيدينا مزيان، وكنخليوه ليله كامله كيترقد معنا ليله كامله كيبقى. ما كنعملش فيه المعدنوس، لان المعدنوس في المشاوي ملي كيطيبوا المشاوي كيعطي واحد المذاق خايب. هنا راه بات ليله كامله كتشوفوا. وهنا انا عملته في القتبان. وهنايا كتشوفوا التتبيله اللي بقات ليا، غادي نقسمها على جوج، غنخلي منها وغندخلها في المخ. هنايا هو عندي المخ، هنا عندي جوج ديال المخاخ ديال الغنم. عندي البصله، وهاد البصيله هي اللي تبلنا بها المشاوي ديالنا، حيت منا كتف واحد الكميه غنحطها مع المشاوي. وهاد الكميه راه غندخلها، هاد الكميه هادي غندخلها اللي في الاناء، غندخلها مع المشاوي. كتشوفوا هادي غنخليها ان شاء الله نحطها مع المشاوي. صافي دابا غادي ندوزو بالمقلاة. كنضيفو البصل ديالنا. هنا عندي بصله حبه كبيره ديال البصل مفرومه. كنضيف القليل من زيت الزيتون، ملحه، وهنايا ضفت واحد الكميه من ديك البصل اللي بقات ليا ديال المشاوي، اللي قلت لكم انا قسمتها، خليت منها القليل المشاوي. وهنا ضفتها كتعطي واحد اللذه زوينه.
صافي هنا كتشحر لينا البصله غير شويه، وكنضيفوا المخ بعد ما كنضفوه مزيان، وكنخليوه شويه بعدا كاينه في الخل، كنرقدوه في الخل مزيان، وعاد باش كنعاودو نغسلوه. كتشوفوا راه كيبان كيبرق، ضروري يترقد في الخل والماء. هنا غادي نضيف عليه شويه ديال الفلفل الاسود، وهنا شويه ديال الكمون. صافي والبصله راه عندنا داخل فيها التوابل. صافي هادشي اللي غادي اللي ضفت عليه. نزيد هنايا واحد شويه ديال الفلفل الاسود، وهنا كنضيف الحامض، عصير الليمون الحامض. شويه تاني مليحه من الفوق، وكندير زويته تاني ديال زيت الزيتون من الفوق عليه، غير شويه القليل منها. صافي هنا كتشوفوا كبدات كتطلق معنا البصله المرق ديالها. هنا كنضيف المعدنوس، وغادي نغطي عليه وغنخليه على نار هادئه صافي حتى يطيب معنا. صافي هنا غطيت عليه وغنخليه على نار هادئه، وغادي نمشي باش نوجد المشاوي ديالي. وهنايا غادي نمشيو ان شاء الله. كتشوفوا غادي نمشي نشوي بعد ما عملنا في القطبان. النار هي الفحم راه شاعل معنا، يعني كتخليوه حتى يشعل مزيان، ما يبقاش داك الكحل فيه انه ماشي صحي، يزند يعني مزيان. صافي وكنشويو. وبلا ما كنبقاو نصوتو عليه، كنخليوه غير على ديك النار ديالو اللي كتكون هادئه، باش كيجيو المشاوي معنا كيجيو رطبين، ماشي غير كنصوتو عليه كيتحرق صافي. لا، خليوه بحال هكا بلا ما نصوتو عليه بلا ما والو، باش كيجي راه شوفوا هو كيتحمر معنا، وكيجيو المشاوي كيجيو اللحم كيجي رطب، ما كيجيش العافيه كتعطيه العافيه بزاف كينشف وما كيجيش مزيون، كيجي ناشف قاصح. هنا هذا كيجي رطب وهشيش مزيان. صافي هنا هما تشوو معنا، غادي نزولهم. صافي وهنا غادي نجيو كيف كتشوفوا المخ كنقلبوه، هو راه بدا كيتشرب، لان راه داير عليه النار هادئه هادئه بزاف. غنخليه واحد شويه يشرب. هنا صافي انا خليته، رجعت سقفت عليه وخليته واحد شويه. صافي هو يشرب معنا، يعني كيجي مشرمل بحال هكا، كيجي رائع رائع وكيجي لذيذ بزاف. وهنا كانوا هادوما المشاوي ديالنا بالتتبيله الرائعه الزوينه، والمخ تا هو كذلك جا لذيذ. عملت فيه الطويجنات هذا باش كندخلهم الفرن باش كيبقاو سخان. صافي وهنايا انا مصيبه زعلوك وفلفل مشكله، مع ديك شويه ديال البصل اللي حنا يعني ديال المشاوي. صافي كان هذا هو سميتو. هنايا الزعلوك زينتو، كتشوفوا زينتو بشويه زيتون اسود. هاد الزعلوك هذا بزاف اللي انا حطيته على الفيديو نهار العيد وما قلتش المقادير، وكتقولوا لي حطي لينا السلاطه ديال الزعلوك وديك الفلفل اللي مشرمله. ان شاء الله غادي نحطها معكم في نفس الفيديو، يكون ان شاء الله باذن الله.
هنا كان هذا هو الطبق ديالنا، كيجي رائع، مكويز ديال اتاي صافي وخبيز. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تكونوا راضين عليه.